مفيش حاجة خلتني أنا وصلت للنقطة دي غير التأجيل. التأجيل كفيل إن هو يدمرني ويدمر أي طالب عنده هدف أو حلم، ولكن التأجيل بيكون سابق اجتهاده، سابق عزيمته، سابق تقدمه في المنهج، تقدمه في المعلومات، حله أي حاجة أيا كان هيعمل ايه أو هيتقدم فيه. فالتأجيل كفيل إنه يدمر كل ده. لسه بيأجل لسه بيتأخر. مفيش، حاسس ان انا عندي نقص كتير جدا في المعلومات، في الالتزامات، في ان اكون شبه حد من زمايلي، في حاجات كتيره جدا ناقصه، انت مش عارفه اي حاجه. فمحدش يجي يقنعني ويقول لي ايه لا ابدا ابدا ابدا. طب اقول لك حاجه، مفيش حل غير انك تبدا. ازاي؟ انت شوف وخطط فعلا، اعمل حتى لو هي مش عاجباك الخطط، خططها، اعملها، اكتبها بس، وشوف هي تتنفذ معاك ولا لا. بس صدقني مفيش حاجة ممكن ان هي تساعدك غير نفسك. ما تستناش من اي حد ان هو يمد ايده ويساعدك غير نفسك، لان انت الوحيد اللي فاهم طبيعة نفسك، فاهم قدرة نفسك. انت ضايع حاسس ان انت خلاص راحت عليك، لا مفيش الكلام ده. دايما بنسمع عن الناس اللي بدأت متأخر ووصلت. ليه؟ لان كل ما تراجع السهم ازداد قوة. استغل قوتك دي وابدأ. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني حاليا انت عندك وقت، ما اقدرش اقول ان انت ما عندكش وقت، عندك وقت. هل انت هتقدر تحصل كميات وتشتغل اكتر وتراجع وتذاكر وتعمل في الوقت ده؟ هل هتقدر؟ انت بس اللي تجاوبني. انا هقدر. انا المدير التنفيذي لحياتي، انا المدير التنفيذي للمواد اللي عندي. انا هرتب وهخطط، افشل اعمل خطط تاني، افشل اعمل خطط تاني. مفيش حل. مفيش حل غير انك تقوم وتقع لحد الامتحانات. انت عمرك ما هتفضل ماشي خط مستقيم، عمرك ما هتفضل دايما منحنى طالع. دايما هتوصل لنقطة وهتنزل تاني، ولما تنزل تاني ترجع اقوى فتعلى اكتر من قبل. فدايما فكر بالطريقة دي. انت لا هو فاشل ولا هو متأخر، زيك واغبى منه. هما وصلوا وحققوا احلامهم، فانت ما تقعدش حاطط ايدك على خدك ومستني ايه بقى شخصيتك العملاقة الذكية العبقرية تطلع وتخلص لك كل الالتزامات اللي عليك، كل الحاجات اللي عليك، كل البيبان اللي عليك. مفيش حل في ايدك غير انك تبدأ تجيب حاجات من على النت وتذاكرها، تبدأ تروح كورسات، تبدأ تلتزم، تبدأ حتى بص هتتعب. معروفة ان انت هتتعب في الاول. ليه بقى هتتعب علشان صعب، علشان انت خلاص قررت تواجه. انت دايما كنت ايه؟ خايف، صح؟ مش كنت خايف انك تبدأ؟ حاليا خدت الشجاعة بعد الفيديو ده مثلا، او بعد اي كلام اي حد اثر فيك ممكن تروح تبدأ، صح؟ طب ما تحسش قبل ما تبدأ، ما تحسش بانه صعب، ما تحسش بانه انا مش هقدر، ما انا خايفه ابدا علشان فاشل، ما انا يا عقل دلوقتي هنبدا مثلا كيمياء، انا خايفه بعد ما ابدا واتعب بحس ان انا فاشل. طب ممكن ما تحسش دلوقتي، ممكن لما تذاكر الباب وتحل وتعمل تحس ان انت فاشل. يعني ده لو حسيت ان شاء الله مش هتحس الاحساس ده، بالعكس هتحس ان انت عايز اكتر. عقلك لما تطمنه هيديك معلومات، هيشتغل. انت ما تعرفش قوه عقلك ايه، ما تعرفش قوه عقلك ابدا. لو انت عارف هتعرف تتعامل مع الحاجه اللي قدامك. طب ازاي اتعامل معاها؟ اتعامل معاها مش بضغط، مش بسترس ابدا، مش خوف من الخوف ان ابدا. يعني انا تعال نجرب، مش هنخسر حاجه. كده هو العقل بيشتغل كده، بالايه اللعب كده، اللي هو يلا تعال نبدأ بقى في الباب ده، نشوف بقى هنعمل ايه. فانت لما تبدأ في الباب ده فهو يقول ايه؟ لا ده طلع سهل، ده طلع بيفهم اهو الولد. فيلا ايه بقى نكتر في المعلومات. طب ايه رأيك نحل؟ طب ايه رأيك نشوف المعلومة دي؟ طب المعلومة دي ازاي وقفت قدامي؟ ما انا مذاكر الحاجة دي. عقلك هيبدأ يشتغل. انت بس حطه على الطريق، حطه على اول الطريق، وهو والله العظيم هيشتغل. خليك واثق في كلامي. هو عقلك مستني ان انت تطمنه. ما تخافش، ما تخوفش نفسك وتخوف عقلك وتخوف كيانك كله من حتة منهج. في الاول وفي الاخر ده منهج. يعني اكيد عقلك سبحانه وتعالى يعني ربنا خلقه علشان حاجات كتيرة اهم من المنهج هيشتغل عليها. فانت حط عقلك على اول الطريق في المنهج بتاعك، وبطل تأجل، وشوف عقلك هيعمل ايه. تمام؟ مفيش اي حل. وما تخافش. يعني مثلا انت لو عايز تبدا بالراحه ابدا بساعتين، ابدا بثلاثه، ابدا بساعه، على حسب ما انت عايز. حتى لو انت هتبدا ومش عايزاك تطلع فاهم ولا عارف ولا اي حاجه. فانت دايما قول لنفسك طب ما انا لو بدات احسن من لو ما بداتش. على الاقل وانا بادئ هكون فاشل بس عارف شويه معلومات، احسن ما اكون فاشل بطاطا خالص، حمار من الاخر. فليه طيب ليه ما نبداش؟ يعني انا خايف افشل 100%. طب ما انت لو ما بداتش فاشل. يعني انا، يعني انت هتعرف ازاي ان انت فاشل او مش فاشل؟ لما تبدا. لكن لو ما بداتش انت 100% فاشل. ما تخليش الخوف يشلك، ما تخليش الخوف يخليك عاجز، لان لو الخوف خلاك عاجز انت مش هتتقدم ومش هيكون فارق معاك. بس انت على فكره انت مش حكايه مش فارق معاك. محدش بيحب نفسه وهو فاشل.
فاهم؟ يعني انا اكيد انا مش فارق معايا، لا انت هيفرق معاك وهو فارق معاك، حتى لو مش دلوقتي، حتى لو بقيت عبارة عن جليد دلوقتي مشاعرك متبلدة، انت حاليا بعدين هتحس. يعني انت لو حاليا مش حاسس بعدين هتحس، وبعدين هتندم ندم شديد. يبقى انت غلطت لحظة وهتندم سنين. انا شايفة واحد على تيك توك اكيد عارفينه، هو كان بيقول ان انا ما كانش بيذاكر في ثانوي، كان اهله بيحبوا له على ايديه كده عشان يذاكر، يا ابني ذاكر يا ابني ذاكر يا ابني ذاكر، لحد ما طلع وفشل في ثانوي وبقي ندمان لانه ما دخلش الجامعه. وطالع بيقول يا جماعه لو انا لو يرجع بيا الزمن هجتهد في ثانوي وهعمل وهعمل. ما انت مش هتحس بقى دلوقتي، هتحس بعدين بعد ما خلاص تفوق بقى. فانت كمل دلوقتي علشان ما تفوقش على فشلك، كمل دلوقتي وانت خايف وانت مريض وانت زعلان وانت تعبان وانت بتعمل كل حاجة. والله العظيم افتكر انه كان في وقت امتحانات وكنت تعبانة تعب شديد جدا جدا جدا، يعني لدرجة انه في امتحان الاحياء كان في فاصل حوالي 6 ايام بيننا وبين الاحياء. بعد ما خلصت المادة الدكتور قال ترتاحي 3 ايام ما تعمليش اي حاجة، والتلاتة التانيين حاولي تذاكري فيهم، لان صحتك خلاص في النازل. انا كنت مأجلة، كنت تعبانة من البداية، تعبت من البداية، بس كنت مأجلة الكشف بتاعي، كنت مأجلة ان اروح اتعالج لحد ما اخلص امتحانات. يعني كنت بذاكر وانا المرض بيزداد عليا فترة بعد فترة. فمفيش حاجة ممكن توقفني، حتى المرض، حتى ابدأ، خليك مستمر. يعني حتى لو مش هتوقفك على الأقل هي هتعطلك شوية، بس خليك معاها، خليك انت. ممكن يعطلك، ممكن موقف، ممكن ظروف في الأهل، ممكن ظروف يعني صحية، ظروف أي حاجة، أي ظروف قدامك حاول تبدأ وانت حتى مع الظروف دي. حتى لو تعطلت شوية على الأقل هتعرف ترجع، تعرف برضو ايه تتقدم أكتر وتعرف تكون أحسن مع ايه، مع الاستمرارية. محدش هيخليك بتنجز وبتقلب الصفحة وبتقلب وبتقلب وبتقدم غير الاستمرارية. بس حاول دايما انك تقوم، ما تقفش. يعني حتى لو وقفت شوية اجري تاني، حتى لو كنت ماشي وقفت بعدها اجري، حاول كده، حاول تمشي كده. حاول انك ما تندمش وما تزعلش على كل الوقت اللي فات والشهور اللي فاتت، لان انت قادر دلوقتي تعمل اكتر من اللي كنت هتعمله. والله العظيم ربنا بيدي الواحد لما يكون ناوي قوة وقدرة ان يعمل حاجة مش طبيعية. كتير وصلي وادعي كتير كتير جدا. لو انت متأخر او انت خايف ادعي بأي حاجة، رب انا خايف طمني، يا رب قويني. ادعي وخليك واثق ان ربنا هيلهمك القوة، هيلهمك التحمل، هيلهمك الفهم، هيلهمك انك تكون قادر فعلا انك تقعد على الكتاب ب6 7 ساعات تلم اللي وراك. وبس ما تخافش من الخوف، ما تخافش من الخوف. وده كان الفيديو، واتمنى يكون استفدت منه او خدته حتى 2% امل. بس انا مش جاي اديك امل على الفاضي، انا جاي اقولك انك انت محتاج فعلا انك تفوق لنفسك قبل ما الوقت هو اللي يفوقك. وبس اتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش تشتركوا، متنسوش تتفاعلوا مع الفيديو. بس اشوفكم امتى وفين مش عارفة، بس اكيد في فيديو جديد ان شاء الله.